محتويات بيحبها اليوتيوب وهو بنفسه اللي بيساعد انها تنتشر ويدي دفعات قوية جدا للفيديوهات. النهاردة هنقول ايه هي انواع المحتويات اللي خوارزميات اليوتيوب بتعشقها. يلا بينا. اول محتوى هو اللي بيكون فيه مشاكل وحلها. اليوتيوب بيعشق المحتويات اللي الناس بتدور عليها بايديها، الفيديوهات اللي الناس توصل لها عن طريق البحث، مش بتستنى انها تجيلها من المقترحات. زي مثلا حل مشكلة الانترنت البطيء، ازاي احل مشكلة الصوت في البريمير، ازاي ارندر فيديو على الافتر افكت. كل دي فيديوهات الناس بنفسها بتخش تكتبها عايزة توصل لها، واليوتيوب بيعشق جدا الانواع دي. تاني نوع هو المحتوى اللي بيكون فيه بيفور وافتر. الناس بتحب جدا التغيير وبتحب تشوف الحاجة قبل وبعد، زي مثلا حياتي بقت عاملة ازاي بعد ما اشتغلت الشغلانة دي، الفرق ما بين حياتي دلوقتي وبعد 30 يوم لما ظبطت نظام نومي واكلي، رحلتي من الخمول للالتزام. كل الانواع اللي هي بيبقى فيها بيفور وافتر الناس بتحب النوع ده جدا وبيجيب معدل نقر بشكل جنوني. ثالث نوع المحتوى اللي بيكون فيه قصص انسانية، زي مثلا اكتر حاجة فشلت فيها في حياتي. النوع ده من المحتويات بيبقى مرتبط جدا بالناس لانه بيتلاعب بمشاعر الناس وبيبقى مرتبط بالعواطف شوية وبيجيب ريتنشن عالي جدا. رابع نوع هو المحتوى اللي بيكون فيه إلهام. ده محتوى بيدي للناس طاقة إيجابية، بيديهم تحفيز، بيديهم أمل. زي نوعية فيديوهات لو رجعت 10 سنين لورا أنا كنت هعمل كذا وكذا وكذا. الحاجات دي كلها بتدي أمل للناس وبتحفزهم، وناس كتير جدا بتخش تدور على أنواع الفيديوهات دي عشان تاخد منها طاقة إيجابية. خامس نوع هو المحتوى اللي بيكون فيه تجارب. المشاهد بيكون عنده فضول يعرف ايه هي نتيجة التجربة المجنونة دي، زي مثلا قعدت شهر بدون موبايل، قعدت اسبوعين بدون انترنت، شوف لما نطيت من الدور العاشر ايه اللي حصل. الانواع اللي هي بيبقى فيها فضول كده والمشاهد عايز يعرف هي النتيجة المجنونة دي هتبقى عاملة ازاي، ودي من اكتر المحتويات اللي بيوصل فيها المشاهد لنهاية الفيديو، مش يتفرج لنص الفيديو ويخرج. النوع السادس هو نوع المحتوى اللي بنقول عليه ايفر جرين. ده كده بيبقى عامل زي الدليل الشامل اللي الناس بتحتاجه من وقت للتاني. يعني فيديوهات اللي هي فيها ازاي انظم وقتي، ازاي دورت على الشغل بتاعي، ازاي تزود ثقتك في نفسك، ازاي تبقى الشخص الكاريزما. كل دي حاجات بتبقى تحت مسمى الايفر جرين او المحتوى الابدي. يعني مهما عدى من الوقت الناس برضو محتاجة تعرف ازاي تنظم وقتها، ازاي تلبس كويس، ودي محتويات بتجيب مشاهدات عالية جدا. النوع السابع هو المحتوى السريع، وانا هنا ما اقصدش الفيديوهات الشورتس، انا اللي اقصده فيديوهات عادية جدا بس بتبقى دقيقة ونص، دقيقتين، بيكون فيهم مثلا 5 عادات يومية خلت حياتي احسن، 3 حاجات انا لو عملتهم في حياتي هتبقى افضل. معلومات قيمة انت خدتها من جوانبها كلها بس بتبقى في وقت بسيط، ولا هي مثلا 20 دقيقة ولا هي برضو فيديو شورت 30 ثانية. وده لان في بعض الناس بيبقى وقتها غالي عليها شوية، يعني لما تلاقي فيديو مثلا معدي الربع ساعة بيبقى بالنسبة لها صعب، حتى لو في معلومات قيمة مش بتفتحه، هما بيبقوا عايزين فيديو 2 3 بالكتير. اخر حاجة هقولك عليها هي محتويات الذكاء الاصطناعي. هي حاليا شغالة كويس وبتجيب مشاهدات عالية جدا، لكن خلي بالك ان في ناس برضو بيبقى عندها فضول، حابة تعرف هو الذكاء الاصطناعي ده يقدر يعمل فيديوهات عاملة ازاي بالظبط، وبيبقى عنده فضول يخش يشوف فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي. لكن مع الوقت الناس هتبدأ تمل منه وهتبقى حابة انها ترجع للفيديوهات اللي بيبقى فيها عنصر بشري. فعشان كده انا ما انصحكش انك تعتمد بشكل كامل على محتوى بيكون فيه ذكاء اصطناعي. انت يا دوب تقدر تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي انها تساعدك في المحتوى بتاعك، لكن انت نفسك كعنصر بشري لازم تبقى موجود في الموضوع، سواء بتظهر بوشك او لا مش فارقة، بس يبقى الموضوع مش قايم 100% على ذكاء اصطناعي. وفي النهاية بنصحك انك تبعد عن اي محتوى غير مفيد، لانه في النهاية بيموت وعمره ما هيعيش.